السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم في فرح مسترد. الدنيا مقلوبة من امبارح على موضوع فرح مسترد، وناس كتير قالوا ان كان في فرح في القليوبية في منطقة مسترد، وحصل فيه امبارح عركة كبيرة وقاموا المعازيم ضربوا بعض بالكراسي. وفي واحد من المعازيم حب يفتكس، راح قالك ايه، افضي الناس ديت وافكهم بطفاية حريق. مسك طفاية الحريق وتش تش 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 لحد ما وقف النزاع اللي بينهم. وقالوا ان سبب النزاع وسبب العركة 20 وجبة. 20 وجبة اللي هو ايه ده؟ قالك ان في وجبات في الفرح، ففي ناس اختلفوا معازيم مع معازيم على الاكل. فطبعا حاجة يعني غير منطقية. يعني طب ايه السبب يا سيدي؟ دخلنا ودورنا، لقينا ان المكان اللي حصل فيه الفرح ده كان فيه قاعتين، قاعة فيها فرح وقاعة فيها فرح. طب تمام لحد كده وكويس. قالك في ولد او شاب من الفرح الاولاني راح عاكس بنت في الفرح التاني. فلما حصل الشجار يعني المعاكسة، أهل البنت شافوه أو اتضايقوا أو البنت راحت اشتكت، ما تعرفوش. المهم الفرحين مسكوا في بعض واتقلب الفرحين لعركة كبيرة، والفرح ما بقاش عارف فين يوجعك، ده يضرب وده يضرب، ده يضرب وده يضرب، يا خرابي. والدنيا اتقلبت طبعا، وكل الناس اتعاركوا مع بعضيهم والفرح اتقلب. وممكن يكون في فعلا الصور فيها حد ماسك طفاية حريق او في البخار بتاع طفاية الحريق. فالراجل حب يعني يا جماعة يخدمكم علشان كفاية بقى كده عشان الجوازتين يتموا. راحوا قلبين الدنيا كلها طفاية حريق تش 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 تش. حاجة غريبة قوي بصراحة. المفروض ده حاجة ما تحصلش، والمفروض ان احنا في فرح. يعني ما حبكتش ان انت تعاكس يا عم الامور في الفرح وتقلب الفرح الاول على الفرح التاني؟ ما حبكتش والله العظيم تحلو. المهم الله يكون في عون العرسان، وربنا يستر البوفيه ما تكونش الاكل خلص منه ولا حد مكلش، لان اهم حاجة في الافراح ان الواحد ياكل. لو الموضوع كان على قد 20 وجبة كانت العملية هتبقى وحشة، ولكن الحمد لله انها جت على كده. ربنا يستر، ربنا يستر ويعقل الناس يا رب العالمين، امين يا رب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك واشتراك وتفعلوا الجرس، واشوفكم على خير. يلا سلام عليكم.